بسم الله الرحمن الرحيم. غالب القاضي في رده على القضية وعلى الزواج وعلى طليقته، والله إنه في رده هذا قمة الاستفزاز للشعب اليمني، لكل الشعب اليمني والكل الذي يتكلموا عنه. يعني يقول الشعب اليمني هذا ناقص حنان، الشعب اليمني هذا إذا طلع وحده ملثمة ومغطية وتكلم تقول هذا استغلني وهذا مدري ايش، يتجاوبوا معه يعني انه كان بالطريقة الصحيحة. ايش هذا من كلام؟ ايش هذا من كلام؟ هذا كلام انسان والله ما هو ماشي على الطريق الصحيح. يعني لو ما كانتش بنت، لو كنت استغليت اي انسان وطلع وقال كلام صحيح، الشعب اليمني ما كانوا شيء يتضامنوا معه، لا يوم هي بنت اتكلموا. هذه الأولى. الثانية يتحمد الله ويتشكروه انه طلع ترند وانه اشتهر، وانه في كل سنتين ترند، انه يطلع في كل سنتين ترند ويشتهر ويزداد المتابعين. الثالثة قال انا ابن الناس ما نشرد على الناس، أنا هكذا ربوني إننا ابن الناس ما نشرد على الناس. يعني كلامه هذا أنت ابن الناس فقط، والباقين كلهم يتكلموا عنك بهذه القضية ما همش عيال ناس، صح؟ أنت ابن الناس فقط والباقين كلهم ما همش مربيين ولا هم عيال ناس. هذا مضمون كلامك هكذا. أنت يا غالب القاضي ملفك أسود، مش ملفك فقط، تاريخك أسود كله، تاريخك كله أسود. أنت صاحب سوابق، بس أنا أتعجب على شيء واحد، فاعلين الخير كيف يثقوا ويعطوا لا عندك أموال؟ كيف يدوا أموالهم لا عندك؟ أموالهم أكيد إنك تروح يعني تتزوج بها بنات الناس 3-4 شهور وتطلق. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أرفق لكم الفيديو حقه وأنتم تشاهدوه واستمعوا كيف يستفز الشعب اليمني وكيف يتكلم. يعني زواجه صحيح إنه بوثائق وإنه شرعي وإنه، لكن بطريقة استغلالية وبطريقة نصب واحتيال.